الخبر الوطني نواصله من تطوان، حيث يعود إلى الواجهة هاجس المأكولات الخفيفة ومدى مراعاتها لشروط الجودة والسلامة. والسبب تسجيل حالات تسمم من أمس فقط 7 حالات منها تطلب إخضاعها للمراقبة الطبية. فلنشكر العلاوي، عبد الله الجكر وعبد الله جنوني. بثينة إحدى الحالات التي استقبلها مستشفى ثانية ترمل بتطوان من بين 60 حالة توافدت على كل من المستشفى وعدد من المصحات الخاصة بدءا من يوم الاثنين بعد تعرضهم للتسمم من جراء تناولهم لوجبات خفيفة بنفس المحل بالمدينة. خبر نتج عنه الإقفال الوقائي والاحتياطي للمحل في إطار الرصد الوبائي إلى حين معرفة السبب الرئيسي وراء تعرض هذه الحالات للتسمم. أنا كليت بوكاديوم، واحد المحل مشهور في تطوان، الشارع الرئيسي. أنا وماما وأختي كاملين بينا تسممنا، حسينا بالدوخة والقي أنا مقدرتش نتحمل، جيت للسبيطار. حسينا ما يقارب من 60 حالة اللي عندهم هذه الأعراض ديال التسمم. يعني في الغالب هذه الحالات هادو عندهم أعراض خفيفة، إلا أن 6 الحالات بقات راهنا الاستشفاء والمراقبه سواء في المصحات الخاصه او في المستشفى المدني بتطوان. بطبيعه الحال قمنا احنا بزياره ديال المكان اللي هو يعني الناس اللي قالوا بانه ما كلاو فيه، قمنا بالتحريات الخاصه، درنا واحد المجموعه ديال التحاليل ودرنا الاقفال الاحتياطي والوقائي ديال المحل ريثما ظهر التحاليل باش نعرفوا الاجراءات اللي متخذه من بعد. الإقبال الكبير على تناول الأطعمة بالمطاعم خلال الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يلزم أصحاب المطاعم باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة المستهلك إلى جانب المراقبة الدورية التي يخضع لها هؤلاء لحماية صحة المواطنين. النبيرات، كليمة، كلشي خصو يكون خدامين، النبيرات تكون مزيانة، الزيت ديال الفريتورة تكون مزيانة، المايونيز ما خصهاش تبات، خصها تسيب. إذا عملتي المايونيز في الصباح باش هي ساليتي خصك تسيبها، ضروري خصك تسيبها. هاد اليومين عاد جازو 7 ديال من مصلحه البلديه وقيلا جاو هنايا ودازوا عملوا مراقبه، دازوا الفوقي والسفلي وشافوا، دازوا للحوت، دازوا للتون، دازوا المراقبه ديالهم كامله ومشى بحالهم. هي إذن حالة تسمم بتطوان وكبتها إجراءات مراقبة ستسمح بتشخيص أسبابها فور صدور تقارير التحاليل المخبرية، ويبقى على أصحاب المطاعم اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق إجراءات السلامة حماية للزبناء.